الدار حطيت لهم 10 دراهم، قلت لهم خذوا الدجاج بحال ما هكا، راه 10 دراهم ديال الدجاج راه كافيين انا ووليداتي. وانت فين كنجي نعس؟ راه قسما بالله لا كنت باغي نجيب معايا الدواء باش كنعس، راه اليوم انا كنشرب الدواء باش كنعس. المعيشه راه غلبت الناس اللي كيتخلصوا رسمي، اللي عندهم واحد الصالير كيشدوه شهريا وكيتخلصوا على الوليدات، عندهم لاسينيسيس وعندهم ضمان اجتماعي وعندهم بزاف د الحوايج كيستافدوا منها. اما انا عندي 3 ديال الوليدات ودباب الله داير كروس وحمار، كنجمع الخبز كارم ونعاود فيه البيع، ومنو بين عايش انا و3 ديال الوليدات وكنخلص كراق 1000 درهم. الظلم اللي تعرضت ليه من طرف قياده ديال سيدي موسى مجدوب ديال العماله ديال المحمديه ودائره زناتة، هو ان هاد الناس مسؤولين ردموا لي محالي بدوار لالا ركراكه جماعه ديال سيدي موسى المجدوب. اليوم كيفرضوا عليك باش تاخذ الاستفاده ديال باك، اللي اصلا هذيك الاستفاده ديال الاب كتبقى ديال الاب وكتبقى ديال الام، هما بغاو يعطيوها لي انا باش ملي غناخذ انا الاستفاده ديال الاب غنخلي لهم الاستفاده ديالي، ولكن هما ما بغاوش يعطيوني ديالي، لانني انا اللي خديت ديالي غتبقى عندهم ديال الاب. كيقولوا لك انت غير خود ديال باك وديال امك، علاش كتسول على خوتك ماك خايف منهم؟ راه نتوما اللي خايفين من خوتي وخايفين من الام ديالي. ومع ذلك لو كان عندي الحق ناخذ ديالي وعطيتوها ليا غادي يجيو هما وغيطالبوا بديال باهم. انا ضريتوني، وانا اللي هذا كنوجه النداء ديالي لهاد الناس اللي ضروني، وكنقول لكم يا اخوان اللي ضريتوني دعيتكم لله عز وجل وربي كبير وغتخلصوا في الدنيا قبل الاخره، ولكن نساو من بالكم بان شي نهار غناخذ استفاده ديال با. دعوه الله، واش انا ملي ناخذ استفاده ديال با واش ما كنحشمش؟ واش انا ناخذ استفاده ديال با وعاد نفرح؟ واش انا ناخذ استفاده ديال با وغادي نكون هاني في الدنيا؟ واش انا ناخذ استفاده ديال با ونبني ونسكن؟ وبرب العظيم لا خديت ديال با، واقسم بالذي لا اله الا هو اللي نتسنى الرحمه ديالو الا خديت ديال با. وضد فيكم، ضد فيكم يا المسؤولين بعمله ديال المحمديه، اي واحد عنده يد في هذا الظلم اللي كنتعرض ليه انا راه كنوجه لكم النداء من اليوم، راني ضد فيكم، ضد. غناخذ ديالك طال الزمان ولا قصار، وغادي قريب ان شاء الله غتستسلموا وغتحطوها. انا اللي ضرني هو الاستفاده ديالي بعمله ديال المحمديه. علاش هاد السيد عامل ديال عمله المحمديه ما يسنيش ليا استفادتي؟ كاين اكثر من 12 مليون استفادت بدوار لالا ركراكه، ياك العامل هو اللي يسني لهم استفادات، وانا علاش ما سنيتيش ليا الاستفاده ديالي؟ شنو قال لك عليا هاد القايد ديال قياده سيدي موسى مجدوب؟ ولا شنو كيقولوا لكم الناس اللي هما عرفت شنو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. غير مؤخرا باش تمت واحد القرعه بدوار لالا ركراكه، كاين اللي ما عندوش حق يستافد واستافد. جواد السؤال اللي غادي نسولك، شحال انت كتقاد على السيم؟ واش ما قهركش الكرا وما قهركش هادشي؟ وترى قهرني كل شيء، ولكن شنو غندير؟ راه حاجه وحده كنوجه الرساله ديالي وكنوجه الشكوى ديالي لله عز وجل. اش باغيين نتوما؟ اش باغيين؟ لا عندو شي جواد في الماكله كنت كتاكل اللحم بحال الناس ولا تاكل الدجاج؟ شوف راه دابا غنقول لك واحد الكلمه، غير صباح حطيت لهم الدار حطيت لهم 10 دراهم، قلت لهم خذوا الدجاج بحال ما هكا، راه 10 دراهم ديال الدجاج راه كافيين انا ووليداتي. شوف راه نقول لك واحد الكلمه، راه بحال يكون اللحم بحال ما يكونش اللحم، بحال يكون الحوت بحال ما يكونش. الحمد لله عندي واحد الوليدات عاذريني وعايشين معايا بداك الشيء اللي قسم الله، وما كيقولوش لي بغينا هادي ولا بغينا هادي، داك الشيء اللي جبتو لهم تياكلوا، لانهم هما مطالعين عليا وعايشين معايا، فهمتي؟ وانا كنمشي على قدي، كنقولوا حنا متواضع. انا راه اللي كيضرني هو الظلم والحقره اللي انا تعرضت ليه بدوار لالا ركراكه، ونحمل المسؤوليه ديالي القيد ديال قياده سيدي موسى مجدوب اللي كاينوا دابا بقياده سيدي موسى مجدوب، والرئيس الدائره ديال زناتي اللي كاينوا دابا، والعامل ديال عماله المحمديه اللي كاينوا دابا. هاد المسؤولين ما داروش خدمتهم لانهم ظلموني، فهمتي ولا لا؟ ظلموني وعندي استفاده ديالي وقالعين ليا وما باغينش يعطيوها ليا، وانا غنقولها لهم من هذا المنبر. انا راه غنتحاسب معكم غدا امام الله سبحانه وتعالى، وما فيها باس نوجه الرساله ديالي لسيدنا الله ينصرو ويطول لنا عمره والله يشافيه، هو اللي غيحس بيا بحكم انا فقير وهو ملك الفقراء، بحكم انا مواطن مغربي وهو الملك ديالي وهو الراعي، وانا من الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو. والشعار ديالنا الخالد هو الله الوطن الملك. انا كنتمنى من الاسره العلويه الا شافوني في هذا اللايف ولا شي مسؤول وصل عنده، انا راه مظلوم من العامل ديال المحمديه ورئيس الدائره ديال زناتة والقيد ديال قياده سيدي موسى مجدوب، ومظلوم وانا في بلادي
وحرام وعيب وحشومه وما يتقبلهاش العقل. انا يا مظلوم من طرف الناس المسؤولين، خصوصا ان ملي مشيت للعامله ديال المحمديه وقالوا لي الاستفاده ديالك ما سيناش لك العامل، والعامل راه عينو سيدنا الله ينصرو، راه خصو يعطيني الاستفاده ديالي ويتقى فيا الله. انا ودوك الوليدات اللي كنضيعوا وكنموتوا عرق بعرق، راه هذا هو المشكل. راه كاين الله عز وجل، راه اليوم الدنيا عيشوا كيف بغيتوا وقدامهم الله اش تقولوا. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحيدوا من بالكم هذيك الفكره ديال ان جواد راه شي نهار غياخذ السيفه ديال باه، راه واخا تعطيوها ليا مضوبله على 10 راه ما ناخذهاش. راه يعني الا خديت انا السيفه ديال با راه لا كنت تسمى انا ما استفدتش. راه انا ناخذ السيفه ديال با وناخذ ديال جدي وعمي وخالد، وفي اخر المطاف كنت تسمى انا ما استفدتش. بمعنى انتوما غير تعاونتوا معايا وحولتوها ليا، لا اعطيوني ديالي باش انا نقول لعباد الله وتقعدوا راه جواد راه استافد ماشي خدا ديال باه. وانا نقول لكم واحد الكلمه، راه ولوني رجع با من القبر ويقول لي خوذا اقسم بالله العلي العظيم لا خديتها. ودابا ما بغيتوش تفهموني وعافهموا غير هاد الهضره اللي قلت لكم، اعطيوني الاستفاده ديالي بلا ما تبقاو تطولوا في الطريق. ودابا انا اللي ضرني وما عيتوا تربصوا معايا من 2000 ومن 2021 في شهر 12 ودازوا عليا جوج قياد وكيحاولوا يراوغوا معايا. وريب ما حالك واش ياخذ الاستفاده، هما عينهم على ما حال السي 39 باش يديو لي الاستفاده ديالو. كيزيدوني انا يقولوا لي ريب، بمعنى لا انا ريبت غنتحمل مسؤوليتي، وانا ما بغيتش نريب. بمعنى بقيت كنحارب وكنطالب بالحق ديالي. فينا هي استفادتي وفينا هي استفادة با. وكنقول لكم يا مسؤولين ذاك الوقت الا كان با توفى امي وخوتي ما عندهمش حق في الاستفاده ديال با، جيو ريبوا المحل ديال الاب ديالي اللي هو اصبح خاوي بدون سكن وما قدرتوش تريبوه لانه خلى الام ديالي على قيد الحياه. وهذا راه ماشي موضوعي، الموضوع ديالي راه مفهوم. راه غير نتوما كتبغيو ديروا لي الشكل بالعكلد. انا راه ما مخاصم لا مع امي لا مع با لا مع خويا لا مع اختي، راه نتوما اللي خايفين منهم، حيت لا عطيتوني استفادتي غيصبح عندهم حق ياخذوا ديال با، وانتوما بغيتوا تعطيوني ديال با وديو لي ديالي وهما تصدروهم. انا لا نسميكم كتحكموا بالعدل وتتحكموا بالقانون، اعطيوني استفادتي وصدروهم هما ولا منكم ليهم وما تهمونيش. جواد ولينا كنشوفوك اللبس ديالك واحد الحاله، كنتي كتلبس مزيان، كتشوفو مثلا الصنداله مقطعه. ورينا خويا جواد الناس باش يعرفوا واش كيدير الحال. خويا شنو اللي خلاك فهمتني تحمل راسك كيف كنقول؟ انا مابقاش كنشوف في راسي. انا دابا كنهضر وكنصور، انا دابا شدني قلبي فهمتي. ولكن انا راه من هاد الدنيا كلش بغيت، انا راه بغيت غير هاد الظالمين ديال المدينه ديال المحمديه المسؤولين على الملف ديالي يتوبوا ويرجعوا الله عز وجل يعطوني حقي. وانتوما علاش باغيين تعطيو؟ دابا هما تيقولوا لك انت علاش كتسول، حنا راه غنعطيوك الاستفاده ديال باك وغنديروا لك في سميتك، وانت راه ما بغيتهاش، وراه ديال با والله من ناخذها. اقسم بالله لا اله الا هو والله لا خديتها، وانا نبقى معاكم تدفن الدنيا وما عرفتش شنو وقع وتيفنى عمري. اما الدنيا العلم الغيب عند الله عز وجل. واخا انا هدرت على الفلاحه والله لا شفتو الشتا والله لا حسيتو بها. ولكن خليني نرجع للنقطه، انا هملت راسي لانني تحقرت، ومني كننادي كاع المسؤولين كيشوفوا فيا حتى واحد ما حرك ساكن ما داواش فيا. جواد واش باقي كتشري باش باقي كتقضي حوايج وما كنشريش انا الحوايج جداد. نقدر انا نمشي لتبقشيشه كاع نمشي للجوطيه، وحتى انا نمشي للجوطيه هذا السروال شاري ب 10 دراهم، وراه فيا ما نشري سروال ب 1000 درهم من الاخر. ولكن ما بغيتوش، ما تجاش معايا فهمتي ولا شنو؟ راه غادي يقول لي الظروف المعيشيه، راه كيقول واحد المثال، انا الا بغيت نلبس سروال 1000 درهم راه نلبسو، راه غنبقى نليم نجمع ليه فلوس ونشريه. ولكن غنكون انا مطمئن وغنكون انايا كنقول واحد المثال مرتاح ماديا مرتاح معنويا. وراه واخا نلبس الذهب راه حرم الله على الرجال، ولكن راه واخا نلبس ما عرفتش شنو وراه ما يجيش معايا، لانني مظلوم من طرف المسؤولين بعملة المحمديه. ووجهت النداء ديالي كاع المسؤولين وما دا فيا حتى واحد. والوالد ديال الدار البيضاء اللي وجهت ليه الرساله ووجهت ليه ديت له الشكايه وحطيتها في ولايه ديال الدار البيضاء الكبرى ما تجاوبش معايا. ولكن راه كاين الله سبحانه وتعالى اللي هو كيتجاوب معايا صباح وعشيه. جواد نقولوا محرج، جواد دابا خويا الناس غادي يسولوك جواد شحال كتصور في النهار؟
وانت راه كاين نهار كتصور 150 درهم، كاين نهار كتصور 50 درهم، وكاين نهار اللي كتخسر من جيبك، كتخسر كتخدم وكتخسر. وكاين انا دابا 10 ايام انا ما خدمت بمشاكل ديال السكنه وبمشاكل ديال الاستفاده. السبب اللي خلاني انايا ما خدمتش هو داروا واحد القرعه مؤخرا بدوار بعض الساكنه ديال دوار لاله الكراكه، وكاينين الناس اللي ما عندهمش حق يستافدوا عاطينهم الاستفادات ديالهم. لا العامل ملي سنا لهذوك ما كانش يسني لي استفادتي. كاينين الناس اللي كانوا تيقولوا لهم نتوما حالات خاصه ما عندكمش حق في الاستفاده، وعطاوهما عباد الله، وباقي كتقول لي علاش ما خدامش. راه مازال انا ملي ما قدرتش في راسي شي حاجه ولا ما عرفتش شنو راه لاباس عليا، راه نتزار. جواز السؤال كنعس بالليل عادي. وانت فين كنجي نعس؟ راه قسما بالله الا كنت باغي نجيب معايا الدواء باش كنعس. راه اليوم انا كنشرب الدواء باش كنعس. جواد تجوز ولا كيشرب الدواء باش قسما بالله العلي العظيم انت كنشرب الدواء دابا باش كنعس، والله ما شربت ولا نعست. شحال بغيتي نجيب لك ديال الاردونوس واش دير معايا فيديو خاص بالاردونوسات ديالك؟ والله تيضرك لحمك بالرب العظيم. ودعيتهم لله عز وجل والله ياخذ فيهم الحق. وانا كنطلب منك اخويا ماهر والله يرحم لك الوالدين، الا ما خليني شي نهار دير معايا غير خاص، دير معايا هذا الفيديو. شوف غدير معايا فيديو خاص بالادويه اللي كنشرب وبالاوراق ديال الطب اللي انا كنشرب، وغنجمع هذاك الاردونوسات كاملين اللي عندي وغتجي تصورهم معايا، وخلي داك الشيء ديالي انايا وهمي والظلم اللي كنعيشي ولا كنعيشو، خلي الشكوى ديالي لله. وانا راه كنقول بان الشتاء في 2025 والله لا شتوها ولا طاحت، والله طاحت الارض اللي تتبقى، بمعنى راه واخا طيح الشتاء راه الارض راه كتبقى عطشانه، راه الارض كتبقى عطشانه، راه الارض كطيح بالاطنان وكتمشد، والارض لا جيتي لا وهبشتيها كتلقاها كارمه. وهاد الفلاحه اللي كنعيشوا منها دابا راه بعمق ابار، كاين ابار اللي تحفرت في الارض بعمق 300 ديال المتر و 300 متر تحت الارض، يعني جوف الارض راه مات وباغي الشتا تصب. راه ممكن في اي وقت ان البشريه اللي فوق الارض غيضيع فيها الثلثين، وانا تنقول هذا الكلام وكنتحمل المسؤوليه ديالي. وفي القريب العاجل ان شاء الله، ولا بقات لكم في الايام اللي كتحسبوا راه غتحسبوا غير 2025، اما 2026 اللي عنده شي بلاصه يشدها. انا نقول لكم غحفروا قباركم بيديكم، لان هذا الشد رباني جاي من عند الله عز وجل. وهذا السبب اللي انا كنتوصل به وهذا الاحساس اللي انا كنحسه هو الظلم اللي كنعيشه. ومن الاخر والله ثم والله راه انا نعطيك واحد المثال. شوف دابا البشريه كيفاش غادي في الدنيا، صبحت كتبني وتعلت، والبشر طلع سكن الفوق ونسى الارض، والارض ما بقات بغات تعطيكم حتى غله. وباش عايشين راه لو كان تسولوا روسكم شحال ديال البشريه عايشه فوق الكرد فوق الكره الارضيه، واش كلكم كتاكلوا الغله ديال الارض؟ راه اكثر من النص ديال البشريه راه عايشين غير بالمواد، غير كنقولوا داك بالمعلبات والمصنعات. اما الارض راه مابقاتش قادره عليكم باش تعيشكم. راه نجيكم انا من الاخر، راه الا راه واخا غناخذ الاستفاده، راه واخا غناخذها، راه ما طازاش عليا الاستفاده وما بقاتش كتهمني. انا راه اللي كيهمني هو الحق ديالي خصو يبان. انا من الاخر واعطيوني الاستفاده ديالي نشدها بين يدي ونثبت للناس باللي انا راني غير مظلوم، وخذوها حيتاش راه 2026 سالينا.